طريقة تركيب البورسلين أو البلاطات الكبيرة بالمادة اللازقة، ده فيديو من أحد المواقع بتاعتنا. دي بلاطة بورسلين 80 في 80 زي ما احنا شايفين. طبعا بيبقى عندي طبقة الرمل وبنحط عليها طبقة أسمنتية اللي هي المونة ديت. بنوزع المونة طبعا على البلاطة بالكامل، وبنحط أزيد حاجة بسيطة زي ما احنا شايفين. مستخدم كده الضفر اهو بيساوي بيها الطبقة الأسمنتية. البلاطة عندي بتكون طبعا عليها مادة، احنا هنا مستخدمين السافيتو كمادة لازقة، وبالمالك بنبدأ نمشط المادة. متهيألي باينة هناك اهي. طبعا هو خد زي مسطرة كده قاطعين حتة عدلة بنساوي بيها الطبقة الأسمنتية. بنحط الفواصل دي، فواصل 2 ملي بنوزعها. كل بلاطة بتكون واخدة 4 فواصل بالشكل دوت، بحيث ان الفاصل يبقى 2 ملي ثابت في كل الفراغ. طبعا البلاطة بيكون ليها سهم مهم جدا عشان رسمة العروق بتاعة الرخام تكون مظبوطة. بنحط البلاطة، وبعد كده بالمدقاية ده بنبدأ ندق على البلاطة بالشكل دوت. أهم حاجة طبعا الحروف عشان ما يبقاش فيها تطبيل أو كده. أهو زي ما احنا شايفين. طبعا بندق على البلاطة كلها بحيث إن هي تبقى مستوية مع كل البلاط اللي حواليها، وهنتأكد ده بالميزان بعد شوية. وبالضفر كده شايل الزيادات بتاعة المونة زي ما احنا شايفين، عشان طبعا لما اجي اجهز للبلاطة اللي بعديها ابدأ املاها بشكل كويس. بعد ما ببدأ اخلص المداد بنستخدم بقى المشابك اهو زي ما احنا شايفين. بيبدأ يحط المشابك في الفاصل اللي ما بين كل بلاطة والتانية، عشان خاطر نتأكد ان العرموس او الفاصل بين البلاط يكون مظبوط. وهنأكد اكتر بدوت زي ما احنا بالمشد اهو كده. بيبدأ يضغط عليه جامد اهو، عشان يبقى في ربط ما بين البلاطة واللي حواليها. بعد كده هجيب ميزان المية بقى. ايوه، هنجيب ميزان المية ونحط ميزان المية في نص في الاتجاه دوت، وبعد كده نلفه تاني ايوه كده، بحيث ان نتأكد ان هي مستوية. ومن زيادة التأكيد برضو ان انا هحط ميزان المية على البلاط اللي جنبه، عشان ابقى متأكد ان الارضية ميزان مظبوطة مفيش فيها اي ميول. ده فراغ ريسبشن يعني اهو. نفس الكلام في الجزء ده.